اشمعنى دلوقتي مقاومة الأنسولين بقت منتشرة جدا وما كانتش منتشرة قوي زمان أيام أهالينا؟ وإيه اللي اختلف في أسلوب حياتنا خلى الموضوع ينتشر بالمنظر ده؟ السبب الأساسي هو نوعية أكلنا وشكل حركتنا بقت عاملة إزاي دلوقتي أكل كتير جدا بقى معتمد على الدقيق الأبيض، يعني أنت على مدار يومك بتلاقي نفسك لازم هتاكل يا إما عيش أبيض يا بسكوتات يا بقسماط يا مقرمشات، وعادة بتبقى متخيل إن ده كده أكل صحي وخفيف، بس في الحقيقة هو أساس قوامه دقيق أبيض. حتى البسكوتات اللي بتدعي إن هي صحية بيبقى فيه جزء كبير منها برضو دقيق أبيض. زود بقى على ده قلة الحركة، إن إحنا معظم الوقت بقينا بنركب مش بنمشي كتير، وزود كمان قلة استهلاكنا للألياف سواء كانت بقى خضار فريش، مكسرات أو سوداني، بقوليات. وزود كمان سبب مهم جدا لمقاومة الأنسولين، الدهون النباتية المصنعة المهدرجة، يعني جبن نباتية الدهن، سمنة صناعي، زبدة صناعي، كريمر أو مبيض قهوة. نوعية الدهون دي من أكتر وأهم المسببات لمقاومة الأنسولين والسكر النوع التاني، وكمان بترفع الكوليسترول، وكل ده في الآخر بيسبب زيادة الوزن، وزيادة الوزن نفسها هي أصلا من أسباب مقاومة الأنسولين. طب يا ترى مقاومة الأنسولين ليها علاج نهائي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، وهنعرف كمان هناكل إيه بالظبط. اكتب لي في الكومنتس لو فعلا عايز بارت 2.